صباح الفل أو مساء الفل على حسب وقت الفيديو اللي بتشوفني فيه. حابب أرحب بيك في تاني درس بصيغة ال SQL Injection، واللاب ده لاب خفيف. يعني أنا شخصيا حابه إنك أنت إزاي تبقى جوه صفحة اللوج إن، إنك أنت من خلال صفحة ال SQL تدخل على أي أكونت من غير ما تحتاج الباسورد أصلا، وده اللي هنشرحه. وبعد كده هندخل على اليونان أتاك. اليونان أتاك ده هجوم خطير اصلا، بتقدر انك تدمب كل التيبلز اللي موجوده في الداتابيز بكل الجداول بكل العواميد بتاعتهم الكولمز، وتقدر كمان تشوف البيانات وتعرض البيانات. هناخدها بالتفصيل بس في وقتها، لكن النهارده هنحل اللاب ايه الخاص بالبايباس اللوجين. فكالعاده انا هقفل الكاميرا وهبدا اشرح على اللاب. تمام نكمل. احنا هنفترض ان احنا قدامنا صفحة لوجن، هنحل اللاب عليها شوية بس هنشرح ايه النظري بتاعها. عندنا صفحة لوجن، انت بتدخل يوزر نيم وبتدخل باسورد. الكويري بتاعتنا بتكون السلكت كل حاجة from table اللي اسمه يوزر، واليوزر نيم بيساوي وينر and الباسورد يساوي الباسورد ده. تمام. دي بتشتغل ازاي؟ بيروح الاول حاجة للكولمز بتاع اليوزر نيم، بيشوف هل في اسم وينر، لو لقيه طب هل هو بيماتش الباسورد ده ولا لا، يعني مرتبط بالباسورد ده ولا لا. لو اتحققوا وطلع فعلا اليوزر نيم ده بيمتلك الباسورد ده هيدخله على الايه على الاكونت. طب لو لقي الباسورد غلط مش هيدخله على الاكونت وهتظهر له رساله invalid username or password. نفس الحكايه لو لقي اليوزر نيم مش موجود اصلا عنده، مش مسجل، يعني وينر ده مش مسجل في الكولم اللي اسمه يوزر نيم، هبعت لك برضو رسالة ايه رسالة خطأ. تمام. لو احنا بنلاحظ هنا ان القيمة بتاعتنا الفاليو اللي احنا بندخلها تتحط بين 2 سنجل كود على حسب ما الباك اند ديفلوبر كاتب، يعني ممكن تبقى دبل كود اصلا مش سنجل كود. تمام. واي حاجة تكتبها تتكتب زي ما هي تتكتب زي ما هي في الكويت. مواقع تانية طبعا مش مصابة وبصيغة ال SQL او مصابة بس انت محتاج وقت عشان تعديها او تعملها باي باس. بتكون بتعمل فلتر للانبوت اللي انت بتدخله. يعني مثلا لو لقيت انك كاتب مثلا سنجل كود كاتب بتاعت علامة الكومن، ساعتها هي هتشوف الانبوت بتاعك اللي انت مدخله كدينجرس، فبتعمل له بلوك او تشيله اصلا من الكويري بتاعتك وبتدخل ايه التكست بس، بتدخل الحاجات اللي زي كده بس. تمام. احنا بقى في اللاب ده مفيش اي نوع من حماية موجودة على صفحة اللوجين، فاحنا هنحاول ننجكت SQL بتاعتنا احنا، ان احنا نعدي في ال SQL الاساسية دي عشان ندخل على اكونت اللي معاه صلاحية اعلى اللي هو administrator. تمام. نفس الصفحة اللي احنا كنا فيها بتاعت ال SQL injection تنزل تحت خالص، يعني في تاني لاب كده، وهندخل عليه. يعني حليته قبل كده طبعا، هنعمل اكسس. تمام. ادي يعني كان عندنا موقع اهو، بندور على ايه صفحة اللوجين، فهنلاقي اليوزر نيم وهنلاقي الباسورد. دول طبعا يوزر نيم حقيقيين، يعني كأنه الاكونت بتاعك بالظبط. تمام. وهندخل عادي، هتلاقيه ايه دخل عادي. بس خلينا بس نزود على الباسورد كده اي كلام عشان ايه هوريك رسالة للخطأ من فيلد يوزر نيم او باسورد. هنيجي بقى ايه هنكتب الصح الوينر والباسورد بتاعه، نعمل لوجن برضو.
خلاص مش مشكلة، يعني لو مدخلتش مش مشكلة، احنا كده كده هنحاول ايه نبقى باص من غير ايه ما يكون الباسورد حقيقي اصلا او يكون الباسورد صح. تمام. احنا قلنا ان احنا كل اللي هنكتبه هنا بيتحط زي ما هو في الكويري. فافرض مثلا ان احنا عملنا سنجل كود وعملنا كومنت، علامة الكومنت وبعتنا، هتاخد نفس القيمة دي تعوض فيها في الكويري الأساسية اللي هي دي. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي حصل ان احنا قفلنا السنجل كود الأساسية بالسنجل كود بتاعتنا احنا، وعملنا كومنت الباقي الكويري بشكلها كده. يعني انت بتسلكت كل حاجة فيهم اليوزر واليوزر نيم بيساوي وينر، ما بقاش دلوقتي مرتبط ان لازم يكون الباسورد صح او غلط، او يكون الباسورد بتاعه بالقيمة الفلانية اللي احنا عملناها عشان عملنا كومنت وشلناها خالص. تمام. فهتاخد نفس البيلود ده كده وهتدخل. طبعا هو مش اللاب هيتحل عشان احنا عاوزين ندخل على ادمنستريتور، بس انا هشرح على وينر وبعدين ايه نحله لما ندخل على ادمنستريتور. واي باسورد طبعا هنكتبه اي باسورد وخلاص، حتى 1 2 3. تمام. وبتعمل ايه لوجين، هتلاقيه فعلا دخل على الاكونت بتاعي بتاع وينر. تمام. نخرج تاني. تمام كده احنا حلينا اللاب، بس احنا برضه عاوزين ندخل عليه على الادمنستريتور. في طريقة تاني احنا ممكن ندخل عليها، يعني احنا ممكن ندخل على الادمنستريتور بكذا طريقة. غالبا في كل المواقع او اغلب المواقع بيكون الادمنستريتور محطوط في اول رو في التيبل، في اول صف في التيبل. فاحنا لو عملنا حاجة زي كده or 1 يساوي 1 والباقي الكومنت، هناخد نفس العلامة دي. تمام. ونحطها ايه، بس عاوزين نرجع ما بترجعش مش مشكلة. تمام. نحطها كده، هدي بين ايه بعد الكومنت. تمام. تمام. ايه اللي بيحصل ان ده بعلامة الكومنت دي اتشالت، علامة الكومنت دي اتشالت، احنا هنشيل دول طبعا. تمام كده. بيبقى بالشكل ده، بس احنا هندخل يوزر نيم مش موجود اصلا عندنا. ليه مش هندخل يوزر نيم موجود عندنا؟ لان انا عاوزه يدخل لي على القيمة دي او يدخل لي على الشرط ده. هو لما نلاقي دي ما اتحققش هيدخل على الترو. طب معناها ايه انه هيبقى بالشكل ده؟ يعني كأنك انت بتقول كده ان الباقي اتعمل له كومنت فهنمسحه، وده غلط، فكأنه مش هيتحقق، فهيحقق ده بس. يعني كأننا عملنا ايه و1 يساوي 1. تمام. دي بتعمل ايه بقى؟ دي القيمة بتاعتها ترو، فهيوديك لليوزر التابل بتاع اليوزر وهيجيب لك الصف الاولاني. وعادة الصف الاولاني او الرو الاولاني بيكون متسجل فيه الادمنستريتور، هو مش دايما بس بيكون متسجل فيه الادمنستريتور. هناخد طبعا البيلود بتاعنا وهندخله وهندخل اقل كلمة خلاص 1 2 3، هتلاقيك دخلت على الادمنستريتور على طول. بالظبط، دخلنا على ايه على الادمنستريتور وحلينا اللاب. طب في طريقة تانية ان احنا ندخل على الادمنستريتور، ان احنا زي ما قلنا هندخل كلمة الادمنستريتور وهنعمله نفس اللي عملناه في الاكونت بتاعنا اللي اسمه هنا، والباسورد اي حاجة 1 2 3. تلاقيك برضو ايه
دخلت على الادمنستريتور. تمام، نفس البريلود اللي انت استخدمته هنا ممكن كمان تستخدمه هنا، ممكن كمان تستخدمه هنا، بس هنشيل ده طبعا، مش لازم يبقى صح او غلط، هي بس لما بتتنفذ هتتنفذ بس بالشكل ده. شيل طبعا ده كله، نفذ بالشكل ده. طب معناها ايه دي؟ هو هيروح يتشيك اليوزر نيم بيماتش الباسورد ده ولا لا، مش هيلاقي اليوزر نيم ولا هنلاقيه اصلا بيماتش اليوزر ده، فكأن الشرط ده متحققش، كان الشرط ده كله متحققش. فهترجع برضو ايه للكويري بتاعتنا، ترجع برضو للكويري بتاعتنا 1=1، فهيدخلك برضو على الاول رو متسجل في اليوزر اللي هو برضو ايه ادمنستريتور. يعني ادي هات نفس البريلود، نطلع نعمل لوج اوت، ندخل على ماي اكونت، اكتب اي يوزر نيم انت مش عارفه، يعني اي حاجه خلاص، تحط البريلود بتاعك، ندوس لوجن، هيدخلك على ايه على ادمنستريتور على حسب الرو المتسجل في الاول. بس الكويري الاساسيه دخلت لك على الادمنستريتور بطريقه مباشره، اللي هي ادمنستريتور، بعدين تحط سنجل كود، وبعدين تحط علامه ايه علامه الكود، علامه الكومنت. بس ده شرح بتاع اللاب النهارده. اللاب اللي جاي هيبقى بخصوص اليونيون اتاك، هو كذا لاب بيتكون من كذا لاب مع بعض، فهنحلهم وهنفهمهم، وعاوزك كمان تحل بيدك، يعني عاوزك تروح وتحل بيدك وتجرب، انك انت لو فهمت مننا 50%، انت لما تجرب بنفسك هتفهم 100%. تمام، بس وما تنساش بقى تتابعنا وتعمل مشاركة وتعمل لايك وتفعل الجرس، وتستنانا كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.